تعادل النادي الاهلي مع مودرن سبورت في اولى مباريات الدوري الممتاز، مباراه تحت شعار الجميع خارج الخدمه. اللعيبه كلها والمدرب كله خارج الخدمه، مفيش مبرر طبعا ولا اي مبرر ياكد لك ولا يبين لك الاداء السيء اللي عمله النادي الاهلي. ولكن هنا في سؤال مهم لازم تساله هنا لمدرب النادي الاهلي ريبيرو. حضرتك فعلا عملت هنا فتره اعداد صح كده؟ برافو عليك، عملنا فتره اعداد. طب احنا هنا لما بنعمل فتره اعداد يا كابتن ريبيرو بنعمل ايه وبنعملها ليه اصلا؟ بنعملها عشان نعرف هنا اللعيبه ونتعرف على اللعيبه ونعرف اماكن اللعيبه دي ايه، وده بيلعب ايه، وده نقاط القوه بتاعته ايه، وده نقاط الضعف بتاعته ايه، عشان هنا اقدر احدد انا هعتمد على مين وهحط مين على الدكه ومين هستبعده ومين هخليه هنا مش في حساباتي اصلا. في سؤال اهم كمان، احنا لحد امتى ريبيرو هيفضل يتعرف على اللعيبه؟ احنا خدنا هنا فتره كاس العالم وخدنا بعديها هنا معسكر تونس، وبعد معسكر تونس نزلنا عملنا معسكر في مصر وعملنا ماتشات وديه. فهل دي مش كفايه ان ريبيرو يقدر هنا يتعرف على اللعيبه ويعرف هنا امكانياتهم ويقدر هنا يبين احتياجاته ايه او هو محتاج مين من اللعيبه؟ اعتقد ده ما حصلش. ولكن هنا مستوى ريبيرو او الطريقه اللي لعب بها ريبيرو او التغييرات اللي عملها او التشكيله اللي بدا بيها لا تعفي اللعيبه نهائيا طبعا من المستوى السيء اللي عملوه امبارح. خلينا بقى نتكلم عن التشكيله. وريبيرو طبعا بدا مباراه مودرن سبورت بالتشكيله اللي انت شايفها قدامك دي. حراسه المرمى شوبير، محمد هاني على اليمين، محمد شكري هنا على الشمال، وسطيهم ياسين مرعي وياسر ابراهيم، قدامهم احمد رضا، على يمينه محمد علي بن رمضان، جنبيه قفشه، على الشمال هنا تريزيجيه، ويمين زيزو، وفي الامام طبعا محمد شريف. ريبيرو طبعا في تشكيلته بدا بمفاجاتين كانوا من العيار الثقيل. طبعا المفاجاه الاولى ان هو ركن الشناوي على الدكه وبدا بشوبير، وشوبير طبعا كان مطلب هنا جماهير النادي الاهلي كلها. ولكن هنا كان في مفاجاه ما كانتش هنا في التوقعات ولا حد كان يتخيلها، ان هو يركن هنا ديانج وينزل باحمد رضا. احمد رضا اللي اعتمد عليه ريبيرو ان هو ينزل هنا يستلم بين ياسر ابراهيم وياسين مرعي ويبدا هنا مرحله التحضير. ولكن انا عندي سؤال مهم جدا جدا لريبيرو. هل انت اختياراتك هنا لثلاثه نص الملعب، هل انت في معتقداتك ان انت بتختار هنا ثلاثه يكونوا كويره او بمعنى صح ثلاثه بيعرفوا يلعبوا كوره؟ طيب باقي التزامات هنا نص الملعب بمعنى صح القوه والاحتكاك وهنا البدني وهنا قوه الالتحام وقطع الكوره، هل ده مش في دماغك؟ مع احترامي طبعا لكل ما قدمه احمد رضا في مباراه مودرن، ولكن هنا ديانج مختلف. ممكن نقول ان في قصور عند ديانج زي ما قلنا، ان هو ما بيعرفش يستلم بظهره وما بيعرفش يوزع. ولكن هل ده يخليك تستغنى عن ديانج وتبدا باحمد رضا؟ ديانج هنا اللي كان هيقدر يديك مساحه هنا كبيره قوي في نص الملعب ويدي حريه اكبر هنا لمحمد علي بن رمضان ويدي حريه لقفشه. هنيجي لقفشه ونتكلم عنه، وهنيجي طبعا لمحمد هاني، وهنيجي طبعا لتريزيجيه وكل الاخطاء اللي حصلت امبارح. ولكن خليني هنا في ديانج واحمد رضا. فاحمد رضا هل انت في مخيلتك كاريبيرو قدر يديك الدور اللي انت محتاجه؟ طيب قدر يقفل نص الملعب في المساحات اللي كانت بتيجي عليها مرتدات؟ ما قدرش يعمل ده. طب ديانج كان يقدر هنا يقفل لك هنا نص الملعب، كان هيقدر برضه ينزل يستلم بين ياسين مرعي وبين ياسر ابراهيم ويوزع لك الكوره، واصلا ما كانش فيه ضغط اصلا من لعيبه هنا مودرن طبعا كان معتمد طبعا على المهاجمات المرتده. فهنا ديانج ما كانش هيديك قصور حتى في الناحيه اللي انت معلق عليها والناحيه اللي هي باينه ان هو ما بيعرفش يستلم بظهره. فهل احمد رضا كان هنا بديل مناسب فعلا لديانج؟ طب هل ديانج وجوده على الدكه فعلا كان خطا؟ طب هل ريبيرو فعلا هيقدر يتدارك الاخطاء دي في الماتشات الجايه؟ لان وجود ديانج يا جماعه مهم في نص الملعب. ديانج فعلا بيدي حريه لاي نص ملعب بيقدر يلعب معاه، ان ديانج هنا متميز في السرعه والقوه ويقدر هنا يحتك وحاسم هنا في كراته وبيقدر يعمل انطلاقات من الخلف. طبعا ما حصلش كل ده امبارح. هل احمد رضا قدر يعمل كل الحاجات دي؟ اكيد لا، لان ديانج يا جماعه بروفايل مختلف، وديانج طبعا كان يقدر يديك كل الحاجات دي. ونيجي بقى طبعا لمحمد هاني. وطبعا انتوا عارفين رايي في محمد هاني، اللي متابعني من زمان عارف ان انا اعتراضي دايما على محمد هاني ان مفيش تطور، مفيش طبعا اي استجابه لمحمد هاني. محمد هاني دلوقتي 30 سنه، مفيش اي تطور، مفيش حاجه هنا قدمها محمد هاني تقدر تقول ان محمد هاني فعلا يستحق هنا الباك اليمين للنادي الاهلي. ولكن طبعا محمد هاني ماتش عن ماتش عن ماتش طبعا مستوى سيء لاسوء لاسوء لاسوء. يا راجل يا راجل، ده احنا هنا مزنوقين في الدقيقه 90 وكوره جايه زي ما انت شايف كده، معاك هنا لعيب ولا معاك ضغط ولا معاك اي حد خالص، استلم براحتك. بقى ده منظر استلام؟ ده انت لوحدك يا راجل. ده ابجديات هنا كوره الف ب كوره، سلم واستلم. هل ده استلام مهم؟ هل ده استلام ينفع اصلا في الدقيقه 90؟ استلام وانت في عرض هجمه، استلام وانت في عرض اوفر، ده حتى الاوفرات ما بتحصلش يا راجل. لحد امتى؟ لحد امتى الباك اليمين ده هيفضل هنا لغز في النادي الاهلي؟ لحد امتى الباك اليمين هيفضل بالشكل اللي انت بتشوفه ده؟ مهدينا كتير طبعا وقلنا يا جماعه ان النادي الاهلي محتاج باك يمين يليق بيه. النادي الاهلي محتاج طبعا تدعيمات في الباك اليمين. نبص للشيبي يا جماعه، طبعا مش هنجيب الشيبي ولكن نجيب طبعا حد شبيه للشيبي نفس البروفايل، حد هنا بقيمه علي معلول لما كان موجود في الباك الشمال. وطبعا اعتماد النادي الاهلي في المواسم اللي فاتت كلها كان على علي معلول. دلوقتي علي معلول مشي وجينا محمد شكري لسه دلوقتي بيدخل في الجيم ومعاه كريم فؤاد. طب هنا نيجي بقى لكريم فؤاد، طب ما نستغل كريم فؤاد في الباك اليمين ونجربه، ما كان بيلعب هنا باك يمين في انبي. ما نجرب هنا كريم فؤاد في الناحيه اليمين ونديه فرصه. هل كريم فؤاد هيكون اسوأ من محمد هاني؟ ما اعتقدش. نيجي بقى لوسط الملعب، اتكلمنا عن احمد رضا واتكلمنا طبعا
عن قفشه. انا امبارح والله ما كنت عارف ان قفشه بيلعب ايه. يا راجل ده انا في كام كوره كده هتشل منهم. الكوره اللي انت شايفها قدامك دي كوره مرتده وصلت لقفشه، شوف مساحه قد ايه، وشوف ثلاثه قدام، ارميها هنا يا جدع، هنا لتريزيجيه واديه مساحه يجري. لا، لف ورجع وراح مراجع تاني هنا للدفاع، وباظت الهجمه، وباظت طبعا الهجمه المرتده. استكمالا طبعا لكميه الميس باص اللي عمله قفشه امبارح، فتيجي هنا كوره تريزيجيه. طبعا تريزيجيه لعب له الكوره، فقفشه هنا قدامه، فقفشه بدل ما يديها لتريزيجيه اللي هو بعيد عنه هنا ب 3 4 متر، هنا قفشه راح مطلع الكوره بره في ميس باص كان غريب قوي، خلى ريبيرو طبعا طلع من هدومه وتعصب جدا. ودي كان اول مره طبعا اشوف ريبيرو بيتعصب. فبصراحه كان نفسي ادخل كده في دماغ قفشه واشوف هو كان عايز يعمل ايه او كان عايز يتصرف ازاي عشان يطلع منه الباص الغريب ده اللي خلى هنا ريبيرو طلع من هدومه. نيجي بقى لتريزيجيه. وتريزيجيه طبعا انا جايب لعيب هنا من استون فيلا، لعيب اوروبي، انا جايب لعيب طبعا عشان يشيل الفريق، يحط لي الفريق في حته ثانيه اقدر اعتمد عليه. ولكن اللي حصل امبارح من تريزيجيه طبعا انا مش قادر افهمه، على طول متصربع وشه في الارض، مش عارف هو عايز ايه، قراراته متلخبطه، مش عارف هو عايز يلم، عايز يطلع بسرعات، طب عايز يعمل هنا يضم هنا ويشوط، ما تعرفش تريزيجيه كان عايز يعمل ايه. يا راجل ده في كوره امبارح هتجنني، محمد شكري طالع من ناحيه الشمال، وتريزيجيه بدل ما يجري كده زي ما انت شايف ويفتح مساحه ويطلع، لا بيضم هنا على مين؟ على محمد شكري، وفي الاخر محمد شكري بيضم لجوه. تريزيجيه برده مصمم ان هو يقفل عليه لحد ما هنا شكري بيقول له يا عم اطلع يا باشا، اطلع يا كابتن، اطلع هنا افتح مساحه. وتريزيجيه كمان كان هو اللي زعلان. تريزيجيه يا جماعه عباره عن شبح في الملعب، مش هو ده تريزيجيه، مش هو ده اللاعب الاوروبي او اللاعب اللي لعب في استون فيلا واللاعب هنا اللي لعب هنا في فرق اوروبيه كتير، هو ده اللي انا اقدر اعتمد عليه. لا احنا محتاجين تريزيجيه عشان هو اللي يشيل الفرقه. صراحه علامات استفهام كتير قوي على لعيبه النادي الاهلي باستثناء طبعا ياسين مرعي وزيزو. زيزو امبارح اللي عمل اداء ولا اروع امبارح، قدر هنا يشيل الفريق الشوط الثاني ويعمل لك 2 اسيست، وكان الثالث طبعا اللي حطه محمد علي برمضان في العارضه. زيزو امبارح لو وجوده في الملعب انت كان ممكن تطلع خسران. زيزو امبارح لو مش في مستواه انت كنت شلت، كنا هنبدا طبعا الدوري بخساره، كانت اتاخرنا كتير وهتدخلنا طبعا في سين وجيم، ونبدا بقى نركز مع الفريق والناس كلها تركز مع الفريق، وفين الصفقات وفين هنا فريق المليار زي ما هو بيقال حاليا. فليه ندي فرصه يا كابتن ريبيرو نبدا بتشكيله تمام، نشوف احنا عايزين ايه، لان هنا البدايه القويه زي ما قلنا قبل كده بتدي انطباع لكل الناس لا ان النادي الاهلي داخل مركز، النادي الاهلي داخل عايز ينهي الدوري بدري بدري. ولكن اللي حصل امبارح كان عكس كده نهائي. اتمنى طبعا الماتشات الجايه ان ريبيرو طبعا يكون مركز، يكون عارف هنا لعيبته عايزه ايه، يكون فعلا حافظ لعيبته، لان اللي بان هنا من المعسكرات واللي بان هنا طبعا من الماتش امبارح ان ريبيرو لسه ما يعرفش حاجه عن اللعيبه. نتمنى طبعا الماتشات الجايه يكون في ثبات في التشكيل، يكون هنا في اداء قوي يوحي طبعا عن صفقات النادي الاهلي وعن السكواد القوي جدا. بالتوفيق للنادي الاهلي، ونتمنى طبعا لريبيرو التوفيق، وان شاء الله الماتشات الجايه يكون الفوز حليف النادي الاهلي، ونتقابل طبعا في ماتش جديد. سلام.